اهلا بيكم، انا مصطفى داوود وانتوا دلوقتي بتسمعوا ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيدردش معاك في الحاجات اللي ممكن ما تكونش انت عارفها عن الماركتينج، والحاجات اللي احنا حابين نعرف عنها اكتر مع ضيوف مميزين جدا شاطرين جدا في مجالهم وبيجاوبوا على اسئلتكم وانتوا بالذات. البودكاست دوت بيحقق امنيه، وهي امنيه ان انا كان نفسي حد يقول لي الحاجات دي وانا لسه ببدا. حضر معاك حاجتين، الورقه والقلم، وسجل معانا كل حاجه هتتقال عشان كل اللي هيتقال في البودكاست دوت مهم. يلا اسيبكم مع الحلقه. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ما لا يخبرونك عن التسويق، البودكاست اللي بيقول لك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش عن الماركتنج. ضيف النهارده ضيف عزيز، حد من الاو جيز، حد من الناس اللي احنا عارف بعض بقالنا قد ايه يا شاهر؟ 2019. 2019 كده 3 سنين او 4 سنين. اه، اربع حاجه زي سنين كده. مع بعض دلوقتي. اربع كنت من سنين اول الضيوف اللي جم على البودكاست. لو حد سمع الحلقه بتاعت الادز بتاعتك، انت كنت من اول خمسه تقريبا. احنا بتبقى اول الناس اللي انا كلمتهم عشان تيجي عندنا على البودكاست وتعيش حياتك يعني. هو هو اصلا مفيش تقريبا غير البودكاست دي في 2019. بعد كده دخلنا في الكورونا بقى، فمحدش بقى بيركز في حاجه يعني للاسف ساعتها. بس يعني انا سعيد ان احنا دلوقتي شغالين في نفس الشركه، شغالين مع بعض. ودي كانت كوينسيدنس غريبه الصراحه. يعني ما كنتش عارف ان انت شغال في كونفرتد ان، وبعد كده انا جيت كونفرتد ان، فبقينا احنا الاثنين بنتقابل. حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده. احنا تقريبا عمرنا ما اتقابلنا بره في الثلاث اربع سنين اللي احنا نعرف بعض فيهم دولت. بس I'm so happy دي يعني حقيقة. ان احنا شغالين مع بعض دلوقتي. و... وانا ولاي والله حد ما يعرفش مين شاهر، يعني انا هسيبه ينتروديوس هيم سيلف. الراجل غني عن التعريف. لا يا عم، مش الدرجات دي والله يعني. طيب انا احمد شاهر، انا شغال في مجال الميديا باينج بقالي 3 سنين او 4 سنين اهو، في السبيشال في الاي كوميرس ستورز يعني. اشتغلت على كل البلاتفورمز تقريبا اغلبها يعني، ما عدا ممكن يكون جوجل برضه، عشان تو بي اونست ما اشتغلتش على جوجل كتير جدا. بس فعديت على كذا نوع اندستري في الاي كوميرس ستور. اشتغلت في الفinTech فتره، في يلا سوبر اب يعني. مجال الفinTech عموما اشتغلت فيه برضه فتره بس مش كبيره يعني، لكن somehow عندي فيه اكسبيرينس كويسه. مجال الموبايل اب ماركتنج اشتغلت فيه على سواء سير بارتي اب او سواء بي تو سي اب بيقدم خدمه اونلاين and so on يعني. ده كده بريفلي سريعا. وحتى برضو ايفن الحته بتاعت الموبايل اب ماركتنج في الاي كوميرس انا اشتغلت فيها فتره. الماركتس اللي انا اشتغلت عليها جي سي سي مثلا، نقدر نقول السعوديه ومصر، دول اكتر يعني دولتين انا اشتغلت عليهم في الحته بتاعت الاي كوميرس ستورز. وستيل كونتينيو يعني، مع ظل هذه الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها طبعا، فبقى في فروقات كتيره في بزنس موديلز طلعت جديده تماما. برايسنج اختلف تماما، الكوست اوف ادز اختلفت تماما على كل البلاتفورمز. تفكير الناس صحاب الاي كوميرس ستورز نفسه اتغير تماما. فكره انه بقى مش بيفوكس على لونج تيرم بلان على قد شورت تيرم بلان، بيكوز اوف الايكونوميكال كرايسيس هي اللي سببت له في ده، او هي اللي خلته ياخد التفكير ده. زادت جدا الفتره الاخيره. وبس يعني اي هوب ان احنا هنتكلم في البوينت دي برضو كده ديبلي شويه في الحلقه دي، وازاي ان انا شايفها يعني كبروبلم موجوده في السوق المصري بشكل كبير، ريليتد يعني بالجروس سيلز اللي بتتحقق الاي كوميرس ستورز، والنت سيلز الحقيقيه فعلا اللي بتخليه يكون بزنس عنده سستينابيلتي، انه يقدر يكمل اكتر من سنه او سنتين. ويمكن احنا يعني تو بي اونست بنشوف ده قليل قوي هنا في مصر، في الستورز اللي بتقدر فعلا تكمل في البرايسز اللي احنا فيها. بس زي الميديا باينج بشكل عام هيأفكت في ده من اول خالص، لما انت بتاخد بريف من الكلاينت وبتصرف الادز عليه، ازاي انه هيأفكت عندك الجروس سيلز، ازاي انه ممكن يأفكت عندك النت سيلز، ازاي انت كميديا باير او كميديا باينج فيلد عموما، مجال في مصر يقدر يكون عنده سستينابيلتي مع الاي كوميرس ستورز، انها تفضل مكمله فعلا لونج تيرم بلاننج، وتكون تحقق نت سيلز حقيقي يقدر يخليها مكمله نمبر اوف ييرز يعني، على على مستوى النت انكم. ازاي بقى؟ لان تقريبا من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها بتطلع وتنزل الايجن ماركتنج ايجنسيز والاي كوميرس ستورز. تطلع تنزل تطلع تنزل، فاهم؟ شوف 10 داخلين السوق، اه 10 طالعين من السوق. اوكي. بص خليني اقول لك على حاجه يعني، خلينا نتفق ان الماركتنج ايجنسيز في الفتره الاخيره
طبيعي انها بتعاني جدا. وبعدين برضو احنا لما بنقول كلمه ماركتنج ايجنسي دي، كلمه ماركتنج ايجنسي واسعه قوي يعني. كل الايجنسيز اللي كانت مفوكس على اوف لاين بيست بس، او مفوكس على حته البراندنج بس، سواء الاي كوميرس ستورز او سواء الكلاينتس عاديين اند سو اون، يعني خلينا نتفق ان الدنيا في ابس اند داونز كتير قوي حصلت الفتره دي. الايجنسيز الثانيه اللي بدات تفوكس على الميديا باينج بس على الاي كوميرس ستورز، هي دي فعلا الايجنسيز اللي بدات تكبر وبدات تكسب وبدات تشوف بجد ريتيرن حقيقي بيعود عليها يعني. طيب النقطة الثانية، الانذر بوينت الثانية اللي أنا بقدر أشوفها، إن إحنا النهاردة الإي كوميرس ستورز ما بقاش فيه أكتر منها، بقى حرفيا أي حد دلوقتي يقدر يعمل ويب سايت، أي حد يقدر يعمل إي كوميرس ستور، أي حد يقدر يعمل كامبينز وأدز، وأي حد يقدر يبيع. لكن فول ستوب هنا البوينت مهم جدا. طيب هل كام اي كوميرس ستورز؟ احنا لو فتحنا ستور ليدز كتول وشفنا كميه الاي كوميرس ستورز اللي موجوده في مصر وموجوده في الوطن العربي كله، الافات. طيب الاكشولي فعلا الالافات دول، هل احنا اصلا كداتا وايز كده او داتا اناليسيس شايفين كام ستور منهم عنده الاكشوال ريفينيو الحقيقي اللي بيخليه يكمل في الماركت يير اند يير اند يير؟ لا احنا مش شايفين ده. وخلينا نتفق ان احنا من البدايه لو احنا في كده كونكشن معموله ما بين الاي كوميرس ايجنسي او ما بين الميديا باينج عموما او وما بين الكلاينت، اللي هو احنا بنتفق على كل الميتريكس اللي الناس بتتكلم فيها على الريتيرن اد سبند والنمبر اوف اوردرز اللي بيتجاب والافريج اوردر فاليو، وبنشوف كميه السكرين شوتس الجميله جدا والله، والشغل عالي قوي من الميديا بايرز في الفتره الاخيره اللي بتنزل على الريزلتس الكلام ده. لكن ما وراء الستاره بقى بيهايند ذا سينز كاوبريشنال وايز، ومشاكل اوبريشنز، ومشاكل شركات الشحن، ومشاكل كانسليشن ريت، ومشاكل كانسل اوردرز. الريتيرن اد سبند اللي انت بتشوفه من الميديا بايرز بيحققوه اللي بيبقى 7 و8 و9، الاكتشوالي بتاعه كانت بيبقى 2 و3 اصلا. طيب ده يتحل ازاي؟ ده من البدايه خلينا نتفق ان احنا يعني دايما بنحط مع الكلاينت اكسبكتيشن ان انت والله من الاخر، هل انت تقدر تتحمل انك هتقعد فيرست 3 مانثs او الفيرست 6 مانثs انت مش بتحقق عندك نت ريفينيو على قد ما انت بتحقق بس كده ايه فكره ان انت في نمبر اوف جروس وكاش بيرن انت بتحرقه، عشان قدام هتبدا انك تبني ريتنشن بلان، هتبدا انك يبقى عندك لويال كاستمرز، هتبدا يبقى عندك ريتارجتنج كامبينز، تبدا يبقى عندك بيز اوف اودينس تبدا تعمل عليه اوتوميشن على البرتشيزرز اللي اشتروا قبل كده، بلا 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 الى اخره، عشان تقدر انك تحقق النت ريفينيو الحقيقي للاي كوميرس ستور في مصر. فدي يعني من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها، ودي من ضمن الحاجات اللي انا يعني انا بتمنى ان يكون في كده زي ريد فلاكس تطلع تقول ثانيه ستوب هنا. احنا محتاجين فعلا يكون في ميديا باينج بلاننج واضحه من العميل من الاول، انه don't expect high expectations for your net income unless ان انت بتشوف results ماشيه ستيب باي ستيب. فيعني ما تبقاش انت ككلاينت جادجمنتال على ان ستوب الايجنسي هنا انا فعلا بخسر. لا، انت ليك عندي كاي كوميرس ستور او انا كميديا باير او كميديا باينج ايجنسي نمبر اوف اوردرز قصادها جروس. لو انت بقى عايز تبدا انك تكمل في حته النت انكم وانك كاوبريشنال وايز تحسن من نفسك، لو انت ستيبل من الاول من ده، صدقني هتخش مع الميديا باينج شهر والتاني والتالت هتلاقي نفسك انت بتحقق ارقام نت كويسه جدا في الاول. لكن اللي بيحصل ان معظم الكلاينتس ومعظم الاي كوميرس ستورز بتخش على طول دايما عايزه تصرف سبيندنج ماركتنج بادجت كبيره جدا، بتحقق نمبر اوف بريتشيزز في الاول رهيب، تلاقي ان عندها كانسليشن ريت بيزيد، فتلاقي الكوست ريت عندها بيزيد فبتستوب. فلما بتستوب بتقعد فتره كبيره مش عارفه ترجع تاني انها تكمل الكامبينز وتكمل الماركتنج استراتيجي بتاعتها يعني. ففي الاغلب بتلاقيه بيديسابير كده، وشفنا اي كوميرس ستورز كتيره للاسف دخلت في اللوب دي. ف وده يعني طبعا ولا الموضوع ملوش علاقه على فكره بالميديا باير او الديجيتال ماركتر او الايجنسي اللي بتشتغل على الموديل ده من الاي كوميرس ستور، ولا الموضوع ليه علاقه نفسه بصاحب الستور. في الاول في الاخر هي يعني ايكونوميكال كرايسيس كده علينا كلنا. فلو انت مش مظبط نفسها من الاول نفسك على الموضوع ده، يبقى بلاش انك فكره انك تحقق نمبر اوف اوردرز كبيره وقصادها الريتيرن اد سبند بيقعد يقل والكوست عندي بتزيد. لا، انا بالنسبه لي افضل اني اشتغل كامبينز وادز ببادجت قليله بتحقق لي ريتيرن اد سبند عالي، وفي نفس الوقت انا كسبان كنت انكم، احسن من ان انا افضل احقق نتائج نمبر اوف بريتشيزز كبير جدا، نمبر بريتشيز رهيب، وفي الاخر
مش بحقق النت انكم بتاعي اللي يخليني فعلا اولا الكوست عندي، كوست مرتبات، كوست شركات شحن، كوست اوبريشنز، كوست ماركتنج ادز، كوست مانجمنت فيس بتاعت الايجنسي او كوست مانجمنت فيس بتاعت الميديا باير، وفي الاخر انا كصاحب عمل بيطلع لي نت انكم كام اللي يخليني فعلا سستينبل الشهر سوري السنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها انصر. interesting. يعني انا كميديا باير مش عارف انت النقطة بتاعت اللي هو انت لازم تبقى كميديا باير ملم بكل حاجة، وكل حاجة جوه الشركة، والناس بتقبض كام عشان تعرف تظبط البادجت بتاعتك. ايوه دي حقيقه فعلا. لعلمك والله هو ده عامه هو ده المفروض صح يعني. بص فكره ان انت يعني انت في الاول وفي الاخر انت جروس ماركتر. جروس ماركتر يعني ايه جروس ماركتر؟ يعني انت مسؤول مسؤوليه كامله، لان البيزنس ده او الاي كوميرس ستور بتاعك بيبدا يعلى. بيعلى من كل حاجه، بيعلى جروس ريت، بيعلى جروس سالري ريت، بيعلى نمبر اوف اوردرز، بيعلى ريتنشن ريت، بيعلى في كل حاجه. فانت دورك انك بتتدخل من اول الويب سايت، من اول ما الهوم بيج بتتبني لحد الثانك يو بيج ما تتبني including media buying plan, including execution ads, including reporting، كل حاجه. انت يعني لازم تكون يعني سوبرمان زي ما بيقول انت كجروس ماركتر. فعشان تبدا تحقق ده لازم تكون فاهم من الكلاينت، او لازم تكون صاحب الاي كوم فاهم من صاحب الاي كوميرس ستور نفسه انا عايز احقق نت انكم قد ايه، وعايز احققه على انهي ليفل، وعايز احققه في عدد نمبر اوف مانثس قد ايه. عشان انا لما اخش انا ساعتها بقى ما اسميش ميديا باير، انا ساعتها اسمي انا جروس ماركتر. بص الميديا باير يعني بيكسكيوت ادز، تمام، جات لك ريزلتس كويسه، شكرا انا دوري انتهى. طب امتى بقى اخرج بره لوب الميديا باير وابقى بيرفورمانس ماركتر او جروس ماركتر؟ لا انا دوري ما انتهاش، انا دوري حققت لك نمبر اوف ريتيرن اد سبند معين الشهر ده، طيب يلا بينا الشهر اللي جاي الكيرف لازم يزيد فروم اكس تو زد، سوري فروم اكس تو واي، الكيرف من الشهر اللي بعده فروم واي تو زد اند سو اون. انا عندي الجروس ريت الشهر ده اكس، الجروس ريت الشهر اللي بعده لازم يكون اكس بلس 2. انا عندي النمبر اوف اوردرز الشهر ده كان 100 نمبر اوف اوردرز، الشهر اللي جاي لازم يكون 150 200 على تمام. عندي مثلا السبندنج بتاعي الشهر ده كان 100,000 جنيه في الشهر اللي جاي لازم يكون 200,000 عشان احقق 1 2 3 اند سو اون. فانت مسؤول يعني، انت بتافكت المكسب بتاع الستور نفسه، which is شغلانه مش يعني responsibility 100%. احنا فعلا بنتحط تحت ضغط ان انت لازم تكون انت مسؤول مسؤوليه كامله عن مكسب شركه، مسؤول مسؤوليه كامله عن مرتبات موظفين، حرفيا مسؤول مسؤوليه كامله عن جروس ريت بيتحقق للستور. فانت لازم تكون بتخش في كل حاجه وما تسيبش اي ثغره، ما تسيبش ان شاء الله لو لقيت بوتون محطوط بشكل غلط على اللاندنج بيج تخش تتدخل فيه وتعمله. فاهم قصدي ايه؟ فده اللي لازم يتحقق. لو لقيت اي ثغره سواء بقى كونفرجنز اي بي اي سيرفر تو سيرفر هيفرق معايا في الريزلتس اعملها. حتى لو كلاينت ما عندوش ريسورسز انا هقدر اوفر له ريسورسز، ولو مش هتتعمل اكون مديله من الاول ريد فلاج كده او ريد لاين، بص دي هتبقى احسن لك لازم تتعمل. لو ما اتعملتش وحصل ريزلتس مش احسن حاجه اعرف ان السبب في كذا. فاهم قصدي؟ طيب تاني حاجه مرورا بقى بالكونتنت نفسه، انا لازم اكون فاهم الكونتنت ده بيشد ولا ما بيشدش. الديزايننج على فكره، الفيجوالز نفسها لازم اكون متدخل فيها، الفيجوال ده بيشد ولا ما بيشدش. البرودكت بيج شكلها عامل ازاي، شكل البرودكت نفسه عامل ازاي، انا معايا يو اي يو اكس ديزاينر ولا لا، هقوم بدور السي ار او ولا لا. خلاص يبقى انا لازم يكون معايا حد يو اي يو اكس ديزاينر اوجهه يبدا يكسكيوت على حاجات بوتنز معينه، يبدا اكسكيوت على فونت معين للكلام على عند اللاندنج بيج، يبدا اكسكيوت على فونت معين للبرودكتس، شكل البرودكتس، شكل المودلز. لو في اي كوميرس ستورز في موديل يعني بيتصور بشكل معين او بوزنج معين لازم يتدخل معاك في الكلام ده كله. كل ده هو ده فعلا اللي بيفرق، بيخليك ان انت النمبر اوف نت انكم بيتحقق على المدى البعيد او لا. ده هيفرق معاك في جروس ريت، ده هيفرق معاك في نمبر اوف اوردرز، ده هيفرق معاك في برفورمانس. بالتالي لما يفرق معاك في برفورمانس انت كصاحب ستور هتبدا الريزلتس بتاعتك بتزيد باقل كوست. فعندي الريتيرن اد سبند عشان يكون كجروس وايز 8 ار او اس 8.1 او 9 او 10. كل الكلام ده لما الاقي كانسليشن ريت عندي بيبدا مثلا يكون 30% او 40% which رقم كبير، لا انا برضو هبدا ان انا قادر امانج نفسي شويه، لان انا ما اتكلفتش كتير في فلوس الادز، لكن على قد ما انا اتكلفت فعلا ان انا
باكسكيوت او بحسن في الاسيتس اللي عندي، سواء اسيتس ليها علاقه بويب سايت، سواء اسيتس ليها علاقه ببرايسنج، ليها علاقه باوفرز، ليها علاقه بسي ار او عموما يعني. بس طيب احنا كنا بنتكلم دلوقتي يعني من وجهة نظر سيكا كان صاحب العمل. لو نقلنا الكفة شوية ناحية الميديا باير، و وحبينا ان احنا نرسم بس البالانس ما بين انا يعني ان الميديا باير ما بيبقاش شغال ما بيبقاش شغال سخرة، وفي نفس الوقت يقدر يقدم الحاجات اللي صاحب العمل عايز يقدمها. فانت من واقع خبرتك كده يعني تقدر تنصح ازاي الميديا باير دلوقتي هو مسك اي كوميرس، تمام، مسكه من فروم اي تو زي، صاحب العمل سمع الحلقه دي دلوقتي وعين ميديا باير زيك، والميديا باير دوت هيبقى ريسبونسبل في كل حاجه. بس ازاي بقى تظبط تفاين تيون الدنيا، وازاي تظبط الريسبونسابيلتيز بتاعتك، وازاي الميديا باير يحط زي بنش ماركس بقى، كي بي اي سميها اللي انت عايز تسميها، ان الشغل ماشي صح وان هو اون تراك، وازاي يتصرف لو في حاجه واقفه في ايده، مثلا ديزاينرز مش كووربريتيف، ما ينفعش مثلا نغير الديفيلوبرز مش كووربريتيف مثلا. فازاي ممكن يتصرف في حاجات زي كده عشان يعني يلتقي صاحب العمل اللي هو عايز ذا بيست اوف ذا بيست طبعا مع الميديا باير، بس لازم نخلي حياة الميديا باير اسهل، فاهمني؟ فازاي بقى صاحب العمل دلوقتي يخلي حياة الميديا باير اسهل؟ طيب بص هقول لك على حاجه، خلينا نتفق ان احنا دايما اغلب المشاكل اللي بنواجهها ان انت بيجي لك الكلاينتس مع الويب سايت وانت ادخل عيش بس كده. طيب الموضوع ده يتحل من الاول ازاي؟ لو انت دخلت فكره ان صاحب العمل او صاحب الاي كوميرس ستورز لو قدر يفهم ان شغلانه الميديا باير انك لازم تقدم له كده اللي هو انت ايه، انت امسك الكرة دي ضربة جزاء، خش شوط حط جون. طيب انا عشان امشي في البروسيس دي بعمل ايه؟ انا كصاحب اي كوميرس ستور انا اصلا لازم اكون عندي درايه بفكره يعني ايه سي ار او فور اكزامبل. طب يعني ايه سي ار او؟ يعني انا ازاي هبني ويب سايت هيكون فعلا كومباتبل للماركت. حلو الكلام. طيب هل ده مستدعي ان ميديا باير يدخل؟ بص في كلاينتس بتقول لك اه انا عايز ميديا باير يخش يوريني الكلام ده وهو اللي يكسكيوت الحاجات دي، هو اللي يديني وينصحني. ساعتها ما يبقاش بقى اسمه ميديا باير، بيبقى اسمه ديجيتال ماركتنج كونسلتنت فروم اي تو زي. انت اسمك ساعتها بقى خلاص انت جروس ماركتر، انت الماركتنج كونسلتنت بتاعه في كل شيء. او يا اما انت كصاحب كلاينت لما تيجي تخش للميديا باير لازم تخش بيه انت معاك اسيتس، تمام، وعلى حسب الاسيتس اللي معايا دي الميديا باير هيبدا يحط الكي بي ايز والكرايتيريا اللي من وجهه نظر الميديا باير هي اللي فعلا هتكسبك في الماركت. انا كاي كوميرس ستور هخش الميديا باير، طيب انا عايز انت رايك تبدا ببادجت ادز كام؟ اول كلمه بتتقال واللي كله بيعوم فيها وانا ذات نفسي لحد النهارده بتلخبط فيها وما بعرفش اقول له ايه. ليه؟ السبب ليه؟ السبب لان هو صاحب الاي كوميرس ستور اصلا ما بيبقاش حاسب انا عايز اكسب نت ريفينيو بتاعي، عايز اوصله لاكس في اول شهر، واي في ثاني شهر، وزاد في ثالث شهر كام من الاول. ما انت لو قلت لي كده على اساس انا هقدر احط لك البادجت، لكن معظم الاي كوميرس ستورز ما يبقوش عندهم درايه بالكلام ده، وكلهم اللي داخلين جداد. خلينا نتفق على ده جدا. اي حد بيبيع اونلاين يلا انا عايز اخش افتح ويب سايت اي كوميرس ستور، يلا بيع اونلاين، يلا ادفع ادز اصرف وريني. فاهم الفكره في ايه؟ طيب يبقى من الاول خالص انا طالما انا صاحب اي كوميرس ستور انا فاهم في بزنس، ان انا ابيع انا عارف ان البرودكت ده بيتباع واقدر اظبط اوبريشنز وعارف ان انا احقق نت ريفينيو ازاي وبتعامل مع شركات شحن كويسه ازاي، يبقى انا اخش مع الميديا باير باي كوميرس ستور واقول له اتفضل انا ما اعرفش اي حاجه، انت مانج كل حاجه. انت حط لي الكي بي ايز بتاعتك، انت كميديا باير هتحط لي الكي بي ايز، انت كميديا باير هتقول لي كام اوردر، انت كميديا باير تقول لي اعدل في الويب سايت ازاي. والميديا باير دوره انه يقول له انا هعدل في الويب سايت 1 2 3 لكن دي مش تكنيكال وايز، فهنحتاج في ديفلوبر يخش معانا يعدل في 1 2 3. ولازم صاحب الاي كوميرس ستور يكون مقتنع بده. ليه؟ لان انا عندي برضه انا بواجه مشكله في كده، خلي بالك صحاب الاي كوميرس ستورز للاسف فاكرين ان الميديا باير ده هو التيم كله. يا جماعه احنا مش التيم كله، احنا مش يعني
احنا مش دورنا لازم نخش نقول لك انت البرايسنج بتاعك مش مظبوط بيزد عن السوق، ده مش دوري خالص. انت لو جاي لي بده وجاهز وتمام وانت عارف ده، هتريحني جدا في اكسكيوشن الادز، هتريحني جدا ان انا اكسبك على طول. ما تجيش تخش تقول لي انا هي دي ريسورسز وانت اصلا عامل فوت سيشن برودكتس مش حلوه، ومطلوب مني ان انا اشغل ادز وكامبينز واحقق نتائج واحقق ريزلتس، وعمر ما في كلاينت هيقتنع بفانل بقى ان انت بتقول له بص اللاندنج بيج فيوز عندي 20000 لكن النمبر اوف اوردرز 100 بس، هيقول لك انا ماليش دعوه انا مالي. لا، انت كميدي باير من الاول ما تدخلش نفسك في حاجه زي كده. كل الكلام ده هتلاقيه بيوسع عندك في الجابس، هتلاقيك بتلبس فيه لما بتشغل الكامبينز. انا شغلت الكامبينز ما بتجيبش ريزلتس ليه؟ وكل حاجه تمام وبدفع سبندنج كبير والدايناميك ادز شغاله وبيكسلز مربوطه وكله. ليه؟ لان انت اصلا عندك الويب سايتس فيه موديفيكيشنز كتيره لازم تحصل، يو اي يو اكس موديفيكيشنز، سرعه الويب سايت، البرايسنج نفسه مش احسن حاجه، انت مش بتطلع باوفرز كويسه، السكرولينج مثلا مع اليوزرز مش احسن حاجه. فهتضطر انك انت تروح بقى التولز زي هوت جار وتبدا تقول لصاحب العمل انا عايز تول اصلا توريني اليوزر بيستخدم ازاي الويب سايت عشان ابدا ان انا ابني لك ويب سايت محترم يبدا الويب سايت يبيع. دايما نسمع الكلمه دي، الويب سايت ده بيبيع. طب الويب سايت ده بيبيع، هل ده ليه علاقه بالميديا باير؟ اكشولي لا. لكن الواقع بتاعنا هو احنا بنتدخل لازم في البوينت زي دي، لان كل الاي كوميرس ستورز بيخشوا لنا باي كوميرس ستور مش جاهز. هو بياخد سيم يلا هوب على شوبيفاي او هوب على او كوميرس، السيم دي كويسه عجبته فبيحط عليها ابلود الصور وبيديها لنا وخد عيش انت. هنا بقى فول ستوب. قبل ما ابدا معاك انا اول شهر هقعد انا معاك ان الشهر ده موديفيكيشنز بس. طيب الموديفيكيشنز بس دي هتعمل لي ايه؟ الموديفيكيشنز بس دي هتحقق لك ريزلتس from x to y، from y to z، وكل ده هيبان لان انا عندي الثقه، انا عندي الكونفدنس، انا كميديا باير عندي ان الويب سايت ده هيبيع والويب سايت ده لا. انا عارف ان الويب سايت ده مش هيبيع، يبقى بلاش من الاول اقول له ايه، لا يلا انا هدفع لك كامبينز والريتيرن اد سبند ان شاء الله هيوصل 5 و6 و7 و8 والارقام دي وانا اصلا ما عنديش ريسورسز انا مش مقتنع بيها. طالما انا كميديا باير بصيت من الاول على الاسيتس انا مش مقتنع انها هتبيع، يبقى ستوب وابقى اونست مع الكلاينت من الاول، لا انا مش هبيع، ده مش هيبيع. فاهمني؟ كمان بالذات ده على مستوى الفريلانسنج، على مستوى الفريلانسرز كتيره جدا بنشوفها. انت كفريلانسر الكلاينت جالك كفريلانسر، خليك اونست معاه من الاول جدا فروم اي تو زي. تعالى يا معلم او تعالى يا باشا، لا انت الستور ده مش هينفع، اليو اي يو اكس بتاع الستور ده مش احسن حاجه. ليه مش احسن حاجه؟ محتاج فيه موديفيكيشنز 1 2 3. طب الموديفيكيشنز ده هتفرق معاك فيها، هتفرق معاك في 1 2 3. عندك ديفلوبر؟ والله لا. طب عندك يو اي اكس ديزاينر؟ والله لا. طب خلاص يبقى انا من ناحيتي هشوف لك الريسورسز دي، هنبدا نشتغل على الموديفيكيشنز دي عشان لما اجي انا اكسكيوت الكامبينز واكسكيوت الادز ابقى انا عندي الجارانتي ان يقول لك ان هحقق لك ريزلتس جروس ريت اكس، هحقق لك ريتيرن اد سبند اند سو اون. لكن في الاول دخلت يلا تمام اي كوم ستور اهو، انا كميديا باير اشتغل واكسكيوت ادز عليه دايناميك كامبينز، اللي بيجيب واللي مش بيجيب لا هتفرق في ريزلتس وهيبقى كلاينت مبسوط. هتلاقي نفسك اول اسبوع حلو وثاني اسبوع كويس، عملت دروب في الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع تمام بيك بتاعه بقى كويس حلو، خش في ثاني شهر، خش في ثالث شهر ستوب مش قادر اكمل. انا اتحداك وده من وجهه نظري الشخصيه، لو حد طلع لي كده داتا ووراني كام اي كوميرس ستور فضل عامل كامبينز يعني 6 شهور او 7 شهور ورا بعض كل شهر بيصرف كامبينز ما وقفش، استحاله تلاقي مثلا 20 او 30% من الاي كوميرس ستورز هي اللي بتقدر تكمل. كل الستورز بتقعد شهرين ثلاثه ستوب، شهرين ثلاثه ستوب. ليه؟ عشان انت بتقعد تسبند تحقق ريتيرن اد سبند معين، بتلاقي الكامبينز بتقف، يا جماعه الدنيا وحشه، الريزلتس مش احسن حاجه، فانت عمال بتخش تاديت وتعدل جوه كامبينز وجوه كرايتيريا وجوه اسيتس، انت جوه سيركل مش عارف تخرج براها. لا لازم اخرج بره السيركل دي. تخرج بره السيركل دي فين؟ اخرج بره السيركل دي، بص في الاسيتس اللي عندك، بص في الاسيتس اللي عندك، بص على الويب سايت ستراكشر اللي عندك عامل ازاي، بص في الاوتوميشن تول اللي عندك ماشي عامل ازاي، بص في الحاجات المختلفه اللي انت ما بداتش تعملها، مثلا ايميل ماركتنج كامبين، اس ام اس. بص على الموست سيلينج ايتمز اللي عندك، ابدا احرق عليها اوفرز جديده، بيع منها حاجات مختلفه اند سو اون. شوف انت عندك الكانسليشن ريت لو بيزيد والنت ريفينيو عندك عمال بيقل، لا فول ستوب. وده مش غلط من الميديا باير ولا غلط من الاي كوميرس ستور، هو ده برضو اللي احنا محتاجين نفهمه ومحتاجين نعمله. فاهم قصدي؟ الايكونوميك كرايسيس ما بقتش مستحمله ان ولا صاحب العمل يقدر يسستين كوست كبيره قوي اكتر من شهرين ثلاثه، اكتر من 4 شهور،
والايكونوميك كرايسيس برضه ما بقتش مستحمله مع الميديا باير ان هو حرام يخش مع ستور وبيحقق نتائج كويسه يقعد شهر او شهرين او ثلاثه والاي كوميرس صاحب الستور يستوب عنده يقول له لا خلاص انا مش قادر اكمل، ويبقى الميديا باير ملوش ذنب في ده، ويبقى الغلط ولا من عند ده ولا من غلط من عند ده. يبقى من الاول لازم الموضوع يكون كلير يعني. حلو الكلام ده. طيب هقول لك، كان في سؤال كده كان اخطر في بالي، استنى الصراحة. اه آم، في بعض من الميث، تمام، او الخرافات بتتمحور حوالين ان في بلاتفورمز معينة بتنفع لاسواق معينة، ولنقل مثلا الجي سي ماشي. سي، وبتنفع لاندستريز معينة. ف او بلاش نسميها خرافات، خلينا نقول ان هي اقاويل. فهل الاقاويل دي ليها صحة؟ وهل انا كمثلا عميل مثلا بتعامل مثلا في جي سي سي مثلا، لازم ابقى كونستريند ميديا، يعني فاهم، ميديا باينج بلاتفورمز معينه، ولا يعني it doesn't hurt، او مش هيضر ان انا اجرب واعمل الكونكلوجن بناء على تجربتي انا؟ طيب حلو جدا السؤال ده. بص هي it doesn't hurt ان انا اجرب، تمام، دي ما عنديش اي مشكله فيها. لكن خلينا نتفق ان في بلاتفورمز ثابته انا ما ينفعش اخرج عنها، سواء في ماركت هنا في مصر او ماركت في الجي سي سي. يعني مثلا بالنسبه لمصر خلاص خلينا متفقين فيسبوك انستجرام نمبر 1. هل في مصر هتيجي ميديا باير يقول لك ايه ده لا تعالى اشتغل سناب شات وهيجيب لك اكس؟ طبعا. ليه؟ لان انت مفيش سناب شات في مصر وكلنا جربنا ومعظم ميديا بايرز شغالين، فمفيش حاجه اسمها كده. طيب تيك توك ايمجز او تيك توك نشغل كاتالوج سيلز؟ لا، تيك توك يعني كونتنت، يعني فيديو تستمونيال للبرودكت حقيقي طالع لليوزر هيحقق مبيعات سواء هنا في مصر او سواء هنا في السعوديه. فخلاص خلينا نتفق ان تيك توك ثابت في اي ماركت. هي دي الحاجات اللي انا مثلا عايز ابينها لك. سناب شات فور اكزامبل لا مش ثابت. سناب شات في السعوديه بيشتغل كويس جدا، في جي سي سي في الامارات عامه بيشتغل كويس جدا، هنا في مصر ما بيشتغلش خالص. اذا انا هي ملهاش قاعده محدده، لكن يعني في زي باليت بوينتس كده وفي زي كرايتيريا امشي عليها. فيسبوك في السعوديه لا طبعا ما بيشتغلش احسن حاجه، لكن فيسبوك في مصر وانستجرام ما اقدرش استغنى عنه. طيب تيك توك بيشتغل في الجي سي سي وفي مصر ديفينتلي 100%. سناب شات في مصر لا طبعا اكس. طيب جوجل في مصر يعني الى حد ما مش احسن حاجه، وبرضه تو بي اونست عشان ما بقاش قلت يعني كلام، انا ما اشتغلتش جوجل كتير، فممكن يكون فعلا جوجل بيحقق نفس الريزلتس بتاعت فيسبوك وانستجرام في مصر. طيب جوجل في السعوديه جبار جدا، جوجل في السعوديه كويس جدا. يوتيوب وديسبلاي، جوجل في السعوديه يعني يعتبر من البلاتفورمز القويه اللي هتحقق لك حتى ايه ما حققتش بيرتشيز، لكن بتجيب لك فعلا كواليتي اوف ترافيك كويسه في الريتارجتنج على باقي البلاتفورمز بتفرق معاك. يعني في جوجل في الجي سي سي ايفن لو انا ما اشتغلتش عليه توقعت ان انا بيجيب لي بيرتشيزز، لكن الترافيك بتاعه ما ينفعش استغنى عنه. الترافيك بتاعه قوي جدا، كواليتي اوف ترافيك بتاعته كويسه، وده بنلاحظه لما بنيجي نشتغل بقى ريتارجتنج كامبينز على سناب شات او على تيك توك على اليوزرز اللي جم على الكامبينز من خلال جوجل، فبنلاقي الكونفرجن البيرتشيزز يعني بتكون كويسه جدا في الريتارجتنج كامبينز على جي سي سي لو انت عامل بروسبكتنج كامبين على جوجل. ماشي، حلو. اعرف منين بقى الكاستمر بتاعي فين؟ تعرف منين الكاستمر بتاعك فين؟ بص هقول لك حاجه، خلينا نتفق يعني ان انت كده كده في الاول انت هتست اند ليرن. اي بي تيستنج يعني ايه اي بي تيستنج؟ انت هتخش على كل البلاتفورمز، انا معايا بادجت وهخش على بلاتفورمز، لكن الكاستمر بتاعي فين دي محتاجه من الاول خالص. لو انا الكلاينت بتاعي اللي داخل عنده داتا، على طول اول حاجه لازم اروح لها جوجل اناليتكس والسوشيال، اشوف الموست اوف اودينس بتوعك جايين منين. ممكن افوجئ ان في السعوديه جايين من فيسبوك، سبحان ممكن محدش عارف. افوجئ ان في مصر السورس بتاعهم جايين من تيك توك اكتر حاجه. ده للكلاينت اللي عنده داتا فعلا موجوده هيستوريكال قويه وهو داخل معايا عشان يزود مبيعات، فهعرفها من الداتا دي، وعلى اساسها ابدا ان انا اكسكيوت الريتارجتنج كامبينز على اكتر بلاتفورمز اليوزرز جايين له من جوجل اناليتكس، او بروسبكتنج كامبين على البلاتفورمز اللي اليوزرز جايين من جوجل اناليتكس برضو من سورس اوف اودينس. يعني ده لو عميل او ده لو كلاينت عنده اوريدي داتا. طيب لو كلاينت ما عندوش داتا خالص، كلاينت ما عندوش داتا خالص مش هقدر اجزم تماما. انا يعني كشاهر من السكول بتاعتي انا من بتوع تيست اند ليرن.
انا هاخد البادجت بتاعتك وهتستندرن على كل البلاتفورمز. طيب افتر 1 مانث هبدا اقول لك بقى تعالى بقى بعد شهر لما اشتغلنا لقينا اكتر الكامبينز جايبه منين؟ جايبه فيسبوك وانستجرام. 60% من الاوردرز بتوعي جايين من فيسبوك وانستجرام. تمام شكرا. يبقى الشهر اللي بعده 60% من البادجت بتاعتي على فيسبوك وانستجرام، و40% البادجت بتاعتي على باقي البلاتفورمز. ديفينتلي. فاهم الفكره؟ طيب اكتر كونتنت اعلى سي تي ار جاب معايا فين؟ والله انا لقيت اعلى سي تي ار عندي على تيك توك. تمام فول ستوب. يبقى البادجت بتاعتي على تيك توك مش هتزيد ولا تقل، لكن هحسن في الكونتنت بتاع التيك توك عشان اعلي السي تي ار بتاعي. طالما عندي السي تي ار على تيك توك كويس، ابدا اعليه. ليه؟ لانه هيفرق معايا في الترافيك. حتى لو مش هيفرق معايا في نمبر اوف بريتشيز، هيفرق معايا في كواليتي اوف ترافيك، هيفرق معايا في الريتارجتنج كامبينز على باقي البلاتفورمز الثانيه. اعتقد احنا لمينا الاي كوميرس بالنسبه لاصحاب الاعمال والميديا بايرز. هل في حاجه احنا كده نسينا؟ لا يعني ما اعتقدش. اعتقد ان كده الدنيا تمام يعني. طيب يعني لو الناس عايزه. لا. ممكن طبعا في جزء كبير، في بحر كبير بقى ممكن نتكلم فيه في تولز. يعني لو انت مثلا فور اكزامبل تول زي هوت جار، تول زي جوجل اناليتكس، ده محتاج بقى سيشن تانية نتكلم فيها بشكل واسع وبحر كبير جدا. لو انت عايز من الاول بقى خالص انك فعلا تطلع بادجت مظبوطه 100%، تكون هو ده اللي هيحقق لك اعلى ريتيرن، هيحقق لك اعلى نتائج كديبلي بقى وايز. لكن احنا اتكلمنا فيه النهارده كده، اتكلمنا بشكل ان جنرال، واتكلمنا ان احنا ازاي ولا كلاينت يظلم الميديا باير بعد شهرين وبعد 3، ولا كلاينت يقول ايه ده انا في الاول في الاخر ما كسبتش، والميديا باير ملوش دعوه في الاول في الاخر. ايه ده انا قدامي بلاتفورم ريتيرن اد سبند 8، فانا كميديا باير انا قدامي انت كسبان. ماليش دعوه انت كصاحب ستور بقى مش محقق ريتيرن اد سبند 6 عشان تحقق نت سيلز عالي. دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا كتيم ماركتنج. ساعتها انت يا صاحب العمل او يا صاحب الستور، ظبط اوبريشنز بتاعتك هتلاقي نفسك كسبان. من اول شهر لقيت مشاكل، من اول شهر لقيت كانسليشن ريت عالي لكن عندي جروس كويس، لا يبقى ستوب. تعالى قلل بادجت كامبينز وابدا بقى صلح في الاوبريشن وايز عشان ما يقدرش اللي بيحصل ايه، اوردرز عماله تتراكم عليا وانا اصلا مش بحسن في الكانسليشن ريت بتاعي ومش بحسن في الدليفري ريت بتاعي. فليه بقى انا عمال بزود عليا اوردرز؟ لا ستوب يا باشا. احسن الدليفري ريت بتاعي، احسن الكانسليشن ريت بتاعي. انا كاي كوميرس، انا بكلمك دلوقتي على منظور يعني صاحب الاي كوميرس ستور، انزل انا مع الميديا باير مكمل. لكن كل الاكشن اللي انا خدته ان احنا قللنا بادجت فقط لا غير، لان في الاول في الاخر كل النمبر اوف اوردرز بتاعتي، كل الريزلتس اللي بتيجي دي هي مش هتيجي بره الميديا باينج. خلي بالك احنا في عصر فيسبوك انستجرام، كل البلاتفورمز حاليا هتدفع، هتلاقي مش هتدفع خلاص. انت الاس اي او، انت مالكش غير الاس اي او بتاع جوجل فقط 100%. فكره بقى الكونتنت الاورجانيك والكلام ده كله اللي على السوشيال ميديا خلاص ما بقاش يعني ما بقاش ياكل عيش، ما بقاش يجيب الريزلتس بتاعت البروموتد ادز من الاخر. فلازم لازم انت النهارده اي كوميرس ستور، اي صاحب اي كوميرس ستور عايز تكسب لازم هتدفع كامبينز، لازم هتبروموت ادز على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. فمن البدايه لما اخش على البلاتفورمز دي، ومن البدايه عشان ادفع بادجت على البلاتفورمز دي، اكون مظبط الاسيتس بتاعتي كلها فروم ذا بيجننج، مظبط ديزايننج، مظبط فيجوالز، مظبط ويب سايت فعلا يكون كاتشي، مظبط يو اي اكس ديزاين محترم، ستراكشر محترم، مظبط برايسنج، مظبط مكسبي بير اوردر عامل ازاي، ومظبط ديفلوبينج وايز بيرفورمانس بتاع الويب سايت كديفلوبمنت يعني وايز اند سو اون. بس كده. حلو جدا. الناس اللي عايزه تاخد استشاره منك تلاقيك فين؟ لو عايزه تزعجك عموما يعني. تمام. هتلاقوها على لينكد ان، عشان هو ما سمعش السؤال كنت بقول لك الناس تلاقيك فين. الناس هتلاقيني عادي على فيسبوك ولينكد، في اي حته يعني، فيسبوك لينكد ان انستجرام مفيش مشكله. بص هخليك تبعت لي كل اللينكات بتاعت السوشيال بتاعتك ولا احطها في الديسكربشن. اي حد عايز يسال عن اي حاجه في الميديا باينج يشير عندكم. امسكوا فيه. اوكي.
ايش خلاص تمام، شكرا جدا ليك يا شاهر، والله يعني نورتنا تاني، واعتقد ان انت هتنورنا كتير الفتره اللي جايه، يعني عندي احساس بيقول كده، عندي احساس صغير كده بيقول كده. بس ديفنتلي يعني حلقه رائعه. وهستنى الناس بقى هستنى الناس تسالك، وبعد كده ناخد الاسئله بتاعت الناس، وبعد كده نعملها حلقه. ونقعد تمام، نعمل حلو كده بقى. قوي. ماشي، انا موافق معاك. ايش ويعني برضو في خلاص. الاول وفي الاخر يعني يعني ده بيزد اون ماي اكسبيرينس. ممكن هتلاقي في حاجات هتبقى صح، في حاجات تبقى غلط. هو عموما الماركتنج ما فيهوش صح وغلط، يعني انت بتست اند ليرن، والريزلتس اللي بتطلع انت بتكسكيوت وبتكمل عليها يعني. ديفنتلي. اشوفك اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله بقى يا شيخ. تمام ان شاء الله. يلا سلام. سلام يا باشا. اتمنى تكون الحلقه فادتك، ولو حبيت الحلقه ما تنساش تعمل لايك على يوتيوب، سبسكرايب على البلاتفورمز المختلفه اللي احنا عليها على البودكاست، وشير مع اصحابك الحلقه دي. ولو عندك حلقه، لو عندك اي سؤال للضيف، ما تترددش ان انت تساله له، ما تترددش ان انت تساله لنا واحنا نساله للضيف ونجاوب عليك. ودايما اسال. وبس كده. اتمنى يكون البودكاست ده هو نال اعجابكم.